اهلا بيك صديق الاوتاكو في فيديو جديد. كتبت لك بوست على اليوتيوب قبل كده، لو انت شخصيه في عالم الانمي هتكون مين وليه؟ ولو اول مره تشوفني صديق الاوتاكو فانا آية سليم، اكتر اوتاكو مواضيعه مستفزه وكلامه ما يعجبكش، ولكن لو سمعت وجهه نظري ممكن تقتنع. مش هطول عليكم، دوس لايك وسبسكرايب ويلا نبدا على طول. هتكون مين في شخصيات الانمي؟ هكون ايرين، عارفه سر العمالقه ومش همنعه انه يدك الارض. ما هو انت لو ايرين هتدك الارض، انت لو بقيتي ايرين خلاص الموضوع منتهي. اللي بعده، انا اريد اكون جوجو لانه اقوى واحد في عالم الانمي واريد انافس فيجيتا. سوري جوكو، انت قصدك جوكو مش جوجو جوجيتسو كايسن. سوري، ده انا اللي قريت غلط. فانت عايز جوكو عشان تبقى اقوى واحد في عالم الانمي. برافو برافو، وتنافس فيجيتا. هدف برضه. ناس كتير عايزه تبقى جوكو وناس كتير عايزه تبقى باكا. يعني انا كنت متخيله ناس كتير تبقى جوجو ساتورو ومين تاني وايرين ييجا، بس انا لقيت ناس كتير طالبه جوكو. واضح ان عوده دراجون بول عامله شغل جامد. اللي بعده، هتكون مين في عالم الانمي؟ نوبارا، لانه واحده مش بتحب الا نفسها وكمان صوتها عالي شويه ومرحه وفرفوشه في نفس الوقت. بصراحه يعني ما لقيتيش غير نوبارا يا صديقتي الاوتاكو. يعني اديكي قلت ما بتحبش غير نفسها وصوتها عالي. ده انا مش بطيقها. ده انا بتطلع من في الانمي كده بتسد نفسي. بس ماشي، اختيارات. الانمي اذواق واحنا قلنا هنحترم اذواق بعض، فخلاص ماشي صديقتي الاوتاكو براحتك. يلا اللي بعده، هبقى لوفي عشان اشياء كتيره جدا، من اهمها الحريه المطلقه الاكثر تحررا على الاطلاق، وخاصه فطور الجوي بوي في كميه السعاده والمتعه والمرح اللامحدود وتحويل الخيال الى حقيقه. يعني انا ده اول واحد يختار لوفي، وانا معاك جدا يا صديقي احمد حمدي. اللي بعده، هبقى باكاجو عشان افجر الكراسات والكتب. طب ما هيجيبوا لك غيرها. لو انت فاكر ان دي طريقه عشان تهرب فيها من الدراسه، انسى، مفيش الكلام ده. هتدرس يعني هتدرس. اللي بعده، راح ابقى لوفي مشان اصير ملك القراصنه. ماشي، بص يا صديقي الاوتاكو، الكلام ده مش حقيقي. ليه؟ ومش هيحصل لان مفيش حد هيبقى ملك القراصنه هنا غيري. ماشي، عيلت فجاه، انا اسفه. اللي بعده، انيا علشان اقرا افكار الناس. بص، هي قراءه افكار الناس حاجه مرعبه. يعني انا مش متخيله ان انا عندي القدره دي، اللي هو امشي عارفه ده بيفكر في ايه ودي بتفكر في ايه. مش عارفه، براحتك. بس انا حاسه ان انا لا، دي حاجه انا صعب اختارها شويه. مش عايزه اعرف اللي قدامي يعني ونفترض ان اللي قدامي ده بيكرهني، اكيد مش هبقى عايزاه افكر ان هو بيكرهني. مش همشي. بس افرض ليه معايا شغل، ما انا مضطر اقعد وابقى عارفه ان هو بيكرهني. الوضع هيبقى صعب قوي. اللي بعده، هكون انا عشان ما بقلد حدا من عالم الانمي، اكون انا على شخصيتي عشان اكون بطله القصه. وانا احيانا ما يعجبني تفكير ابطال الانمي وشكلهم وبتعجبنيش، فاختار شكلي وشخصيتي نفسها. يعني والله ده حد بيحب نفسه قوي، فبرافو. يعني هو قرر ان هو او هي قررت ان هي هتبقى نفسها، وهي هتعمل الانمي بتاعها، وهي هتبقى البطله بتاعتها. فبرافو يعني، برافو. اللي بعده، شارلوك هولمز. في حد اختار شارلوك هولمز وبجد بحب شخصيته وذكائه، ان كان في الانمي او الروايه. نفسي اخد نص ذكائه حتى. لا 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 لا، ده معلش نبروز الكومنت ده شويه. اللي عايز يبقى شارلوك هولمز ده صاحبي. انا شارلوك هولمز دي شخصيتي، انا قلت المفضله في الحياه، وكمان قاري الروايات بتاعته والقصص القصيره بتاعته. صديق الاوتاكو، انا مش عارفه اسمك ايه. باسل. اوكي ماشي، ده صديق الاوتاكو المفضل from now on، اللي عايز يبقى شارلوك هولمز ده. اللي بعده، الصراحه اقترح عليا شخصيه تشبهني. انا بحب اصير طبيبه، بحب الدراسه كتير، نشيطه، وبحب الطبخ والرسم والاكتشاف، ودايما ايجابيه، اجتماعيه، ومحبوبه وعصبيه ومسؤوله وشخصيه ذكيه. يعني انا احييك ان انت فاهمه نفسك. في ناس لغايه دلوقتي ما تعرفش توصف نفسها. لو حد قال لي اوصفي نفسك في 3 كلمات يا ايه، هقول 3 كلمات بس. مش هعرف احط ايه. يعني مش هعرف اقول مثلا هو انا عصبيه وبحب برضو ابقى فرفوشه كده، ولا مجتهده وجاده وما احبش حد يهزر معايا كتير، رغم ان انا برضو بحب الفرفشه بس احب الناس تاخدني جد. لا يعني صعب اوصف نفسي. فبرافو عليكي اصلا ان انت مش هنقترح عليك، انت زي الفل كده. مش هعرف اقترح عليكي حاجه. كويس انك فاهمه نفسك قوي وبتعرفي توصفي لنفسك بكلمات، حاجات بسيطه. اللي بعده، هتبقى مين في عالم الانمي؟ جوجو عشان ما يحصل اللي حصل. يعني انت عايز تصلح اللي حصل في الانمي او في المانجا. والله طب انا مش عارفه اقول لك ايه، يعني كل الناس زعلانه يعني نصيب. اللي بعده، هبقى جيوتارو من انمي قاتل الشياطين، الشيطان العلوي السادس، علشان ادعس على ذلك الرجل المدهرج. انت مش بتحب هاشيرا الصوت. في واحد هنا بيحب الشياطين عن الهشرة. يعني ده حاجه بتخوفني على فكره، ان حد يبقى بيفضل الشياطين عن الهشرة. دي حاجه مخيفه. ايوه في ناس بتحب الاشرار، بس مش عارفه اقول ايه بصراحه في الكومنت ده، فانا هعديه كده. اللي بعده، هبقى عماد
دي عماد تاني اللي مش بنخلص منه يعني. ماشي يا عم، هتبقى عماد وتطلع تقول لنا انت مين وتريحنا كلنا. اللي بعده يعني هو كومنت كبير قوي، فانا هحاول اقرا شويه حاجات. انا عن نفسي راح ابقى ايتاتشي او كاكاشي او ناروتو او ساسكي يعني، وشارح بقى كل واحد فيهم. كاكاشي لانه عانى في حياته واجه صعوبات، ايتاشي عشان ما اصعب ان تتخذ قرار ان تبيد القريه، ناروتو شو اقول وشو احلى ماضي حزين، ساسكي صراحه ما ادري شو. اقول ايه يعني؟ حاجه الوحيده اللي عجباني انه يتشيها. انا لو انا ما بين الاربعه دول خيرتني انهي الافضل فيهم، انا هختار ناروتو. كلهم كويسين بس انا يمكن اقل حد ساسكي، يعني ممكن ناروتو كاكاشي ايتاشي ساسكي، لان انا دايما بحب الجانب اللي هو اللي فيه النور، اللي هو الناس اللي تعرف تعيش في النور، مش ناس تعيش مستخبيه. يعني الخوف والظلام والحاجات دي يعني مش حلو ان الواحد يعيش فيه. ما احلى انك تعيش انسان لا ظالم ولا مظلوم، وفي نفس الوقت انت انسان كويس يعني. فانا ارتبهم ناروتو كاكاشي ايتاتشي ساسكي. اللي بعد تحبي تكون مين في عالم الانمي؟ هبقى فيفي لاني من وانا صغيره بحبها، وكمان ساشا عشان بموت في البطاطس. بتموت في البطاطس وانا كمان يعني، البنت واضحه. عايزه تاكل بطاطس هاتولها بطاطس يا جماعه. اللي بعد هبقى سيرا عشان هي جامده وتعرف سر كونان، وبالتالي هفضحه واخلص الانمي. وسبب الاهم عشان اخوها طبعا. يا جماعه انا محتاجه اقرا الكومنتات قبل ما اقرا يعني، واقراها معاكم. لا سكر. رحمه انتي سكر. عايز تفضح كونان وعايز تبقى زير عشان اخوها. ماشي. اللي بعده بقى هبقى جوكو عشان اضرب اللي بيتنمروا عليا. والله يا صديقي الاوتاكو ربنا يعينك، اهم حاجه تبقى ثابت وواثق من نفسك، وان شاء الله محدش هيتنمر عليك. اللي بعده ما بي حياتي حلوه، ما بيصير لي اللي صار لي حياتهم مره صعبه وانا اتعب لو رحت اجيب الريموت لابويا، خليني حياتي احسن. ماشي يا صديقي الاوتاكو. راجل عايز حياه مسالمه، اللي انتوا بتقولوا عليه ده شقه يعني. ايه اخش ابقى شخصيه في عالم الانمي؟ والله مع حق. اللي بعده باكاجو الصراحه، لاني احس الانمي ممل بدون صراخه. انا بقول لك انا ما بحبش الشخصيات العصبيه، انا كمان عصبيه بس انا ما بحبش الشخصيات العصبيه، بس باكاجو سكره. اللي بعده كايتو كيد علشان شخصيته حلوه والكل يحبه، وهو افضل لاعب خفه في انمي كونان. اختيار موفق، كايتو كيد من الشخصيات المفضله عندي. اللي بعده ناروتو عشان اجرب طعم الرامن. ناروتو بص يا صديقي الاوتاكو، هو في محلات كتير بتعمل رامن يعني. في محل انا كنت فيه في الزمالك من قريب بيعمل رامن حلو، مش فاكره اسمه ايه، بس انا كنت مصوره عنه ريل، هبقى انزله لكم وانتم ممكن تروحوا تاكلوا فيه رامن. هو غالي شويه يعني، الواحد راح وهو قابض، بس الرامن بتاعه كان حلو. اي حاجه تانية انا جربتها بصراحه ما عجبتنيش، بس الرامن بتاعه كان هايل جدا جدا. اللي بعده هتبقى مين في عالم الانمي؟ كلهم تعساء وحياتهم صعبه وانا مش حمل بهدله، بس ممكن انيا السبب عايشه مع ام واب الاتنين احلى من بعض، وبتاكل فول سوداني والدنيا حلوه على الاخر، والمحظوظه بتقرا افكار. ده صديق لوتاكو يشبه التاني اللي عايز يجيب الريموت، بس هو ده نفس الموضوع. بس انا قلت لكم وجهه نظر في حوار قراءه الافكار ده، انا مرعب بالنسبه لي. اللي بعده هتبقى مين في عالم الانمي؟ حساكي ساشا قوي، ده غير ان شخصيتها مرحه زيك وكمان نفس لون البشره والعيون. انت قصدك انا صح؟ والله يعني لو انت قصدك ان انا ساشا، انا برضو بحس اني ساشا. اللي هو حد عنده لا مبالاه كده، اللي هو واقف في الطابور باكل وفي ايه ما باكل، انت ما قلتليش ما اكلش. فانا برضو يعني انا برضو بحس ان انا فيها حته من ساشا ودمي خفيف زيها برضو، ده حقيقي. لا هي قالت مرحه مش دمها خفيف. طب مرحه ومعلش ممكن نحط جنبها دمها خفيف عشان دمي خفيف جدا وسكر وبضحكني. مش حد بيقول على نفسه كده. ايه اللي بعده؟ لوليش عشان اصلح الغلطه الوحيده اللي عملها، هي غلطه قتل اخت اوكي حرق بس اللي اختار لوليش احب اقول لك ان اختيارك فيري جود يعني، او مش فيري جود بصراحه يعني. انا صعب عليا برضو اعيش حياه زي اللي عاشها لوليش، قرارات صعبه طول الوقت، اختار ان هو يبقى شخص شرير عشان خاطر ناس تانية تنجو، فده برضو صعب عليا شويه. خلينا نختار ناس من على الفيس شويه. من على الفيس معانا عبد الرحمن بيقول هيبقى راينر عشان بحبه وشخصيته فقط. انا بالنسبه لي رانير شخصيه كانت عليها علامات استفهام كتير قوي، بس اختيار موفق يعني، ممكن يكون معاك حق. ماريا بتقول هتبقى الوكا من انمي هانتر لاني احب اسره زولدك، فخامه وقوه. باختصار اريد ان اكون فرد من اسره سفاح. ماشي يا ماريا. ماشي يا ماريا. معانا جنى بتقول ان هي عايزه تبقى ناروتو عشان حد بيحب السلام وعمره ما اذى حد وحلم وحقق حلمه وما استسلمش لاهل القريه اللي بيكرهوه. وهي جنى دي معروفه انها كل في كومنتاتها بتقول لي انا عايزه ابقى ناروتو واني بحب ناروتو. ماشي يا جنى اختيار كويس. معانا بشير بيقول ان هو عايز يبقى لوفي ملك القراصنه.
برافو يا بشير، بس هنا الناس مش بتبرر لي زيكم على اليوتيوب. ومعانا محمد شوشان بيقول ان هو عاوز يبقى هيمورا كينشن عشان بيحمي اللي معاه. اوكي ده مبرر قوي. ومعانا فين سموك سانجي بيقول ان هو عايز يبقى زورو. طب انت اسمك سانجي وعايز تبقى زورو، طب ما كنت تسمي نفسك زورو. الاتنين دول ما بيجتمعوش. بس عامة صديق الاوتاكو انا استمتعت جدا بكومنتاتكم، واستمتعت كمان باختياراتكم. في بعض الاختيارات انا كنت لاقيها مبرره جدا وحلوه جدا، في بعض الاختيارات وقفت عندها وعملت كده زي ما انتم شفتوا. يا ريت تكتبوا لي رايكم في الكومنتات عن اختياراتكم لبعض. وبرده عايز اعرف في الكومنتات انت عايز تبقى مين في عالم الانمي وليه. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك وسبسكرايب. ولو كملت الفيديو للاخر شكرا جدا صديق الاوتاكو. ما تنساش تتابعني على كل منصاتي وقول معايا يوش ايكيموشو.